أقام المعهد العالي للفنون الشعبية الدورة الأولى ليوم الألعاب الشعبية بحضور رئيس أكاديمية الفنون وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية. النهارده بصدد ان احنا بنعمل نشاط طلابي خاص بالمعهد العالي للفنون الشعبيه. الحقيقه المعهد العالي للفنون الشعبيه من انشط معاهد اكاديميه الفنون في الانشطه الطلابيه، وانا الحقيقه طول الوقت ببقى مهتميه جدا بفكره ان الطلاب يعملوا نشاط داخل الاكاديميه، ما يبقاش الموضوع مقتصر على الناحيه التعليميه فقط، ولكن كمان لازم يخرجوا عن الاطار الاكاديمي في موضوع المحاضرات والامتحانات، وان هم تبقى كل ممارساتهم وانشطتهم سواء الرياضيه او الفنيه تبقى داخل الاكاديميه. ليه؟ لان ده الحقيقه بيخليهم يرتبطوا جدا وينتموا للمكان، لانه بيقعد عدد ساعات كبيره جدا. يعني لو قلنا انه من 9 صباحا لحد 9 مساء او من 9 صباحا لحد 10 مساء هو متواجد في الاكاديميه، اعتقد ان هو مش هيعمل اي حاجه في حياته تاني غير ان هو يروح البيت. فده الحقيقه بيأكد فكره ان هو يفضل منتمي للمكان وحابب للمكان جدا. الحاجه الثانيه كمان انه النشاط اللي بيتم ده وفكره احياء الالعاب الشعبيه ده الحقيقه بينمي فكره الهويه والانتماء او بينشطها، لان كتير قوي ما يعرفش الالعاب دي وما مارسهاش، حتى لو كانوا درسوها بشكل نظري في الكتب والمراجع او الاساتذه قالوها لهم، انما فكره ان هو يشوفها عملي، مش بس يشوفها عملي ويمارسها اصلا كمان بشكل تطبيقي كمان. الحقيقه ده هيبقى مهم جدا، خصوصا ان الحاجات دي كلها اندثرت وما بقاش فيه الا الجانب الالعاب الالكترونيه اللي بقت دلوقتي الحقيقه انا شايفه انها بتاثر بالسلب على الجيل كله. فلما نعيد احياء تلك الالعاب الشعبيه ونلفت الانظار ليها سواء داخل الاكاديميه او خارجها عن طريقكم انتوا لما انتوا بتذيعوا الحاجات دي كلها، الحقيقه ده بينشط حتى المختصين بالالعاب الالكترونيه ان هم يدرجوا الالعاب الشعبيه داخل الالعاب بتاعتهم، سواء تحطيب، سواء لعبه البليل، نط الحبل، المنديل، الاولى، ان هي دي الالعاب اللي كانت بتعمل حميميه وانتماء ما بين الشباب وبعضهم، كانت بتعمل نوع من انواع الدفء كده ما بين الطلاب او الاطفال وبعضهم البعض. فلما احنا الحقيقه نعمل ده داخل الاكاديميه احنا بنغرس ده من اول وجديد وبنعيد احياء تلك الحاجات اللي هي بدات في الاندثار من حولنا. الحقيقه احنا لما قررنا في المعهد العالي للفنون الشعبيه ان احنا نعمل هذا اليوم يوم الالعاب الشعبيه للطلاب، احنا كنا نقصد بيها توجيه رساله للشباب وللوسط التعليمي بشكل عام لاهميه اعاده الالعاب الشعبيه بالشكل اللي كانت عليه من قبل ما بين الاولاد والشباب، لانه في العصر الحالي في الوقت الحالي التكنولوجيا الحديثه ووسائل التواصل الاجتماعي خلتنا بنلعب العاب وهميه وبنحاول نتواصل بيننا وبين بعض بشكل غير حقيقي، وكل الاولاد على فكره حافظين من ابهاتهم ومن جداتهم واجدادهم هذه الالعاب. لما قررنا نعمل هذا اليوم هنا الحقيقه الاولاد كانوا متحمسين جدا وكانوا حافظين كتير من الالعاب، وده بيؤكد على حاجه مهمه جدا انه الشباب يعني عنده وعي رائع بتراثهم الشعبي وعندهم حماس غير عادي لجمع هذا التراث وتوثيقه وممارسته. فاحنا لما بنعمل هنا قدام ساحه المعهد العالي للفنون الشعبيه، وهو المعهد الوحيد يمكن على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي اللي بيدرس عناصر التراث الشعبي بكل انواعها. يعني الطالب عندنا بياخد بكالوريوس في العادات والتقاليد، وبكالوريوس في التشكيل والحرف، وبكالوريوس في الادب الشعبي، وبكالوريوس في التوثيق، وبكالوريوس في فنون الاداء. يعني كل هذه الموضوعات احنا بنحاول بقدر الامكان الى جانب دراستها وليها كتب كتير جدا جدا وبننزل نجمعها ميداني وبنعمل عنها ماجستير ودكتوراه، ايضا بنحاول نعمل يوم لممارستها وبشكل علمي، لان الطلاب رجعوا للمكتبه وشافوا العناصر بتتلعب ازاي وكل واحد بيذكر التاني، ودي على فكره جزء من
توارث العنصر الشعبي، وبداوا يلعبوا وبداوا يتنافسوا. وعملنا بقى حاجات ظريفه جدا، انه مثلا يكون في طالب لكل لعبه بيحكمها وبيقول فيها ايه. انا نفسي اهو زي ما انتم حضراتكم شايفين يعني نازل كاجوال وبلعب مع الاولاد، وده انا نفسي شايفه. اساتذه كتير نزلوا على فكره علشان يمارسوا هذه الالعاب ويعيدوا الذاكره الشعبيه بتاعتهم. ان شاء الله يمكن بعد كده هنعمل ممارسات اخرى على هذا المنوال. هنعمل يوم للاكلات الشعبيه، يوم لاحتفالات الفرجه زي الاراجوز مثلا وخيال الظل، بحيث ان احنا الى جانب الدرس الميداني والدرس والعمل البحثي والعمل الابداعي احنا كمان ندي نموذج لممارسه هذه المظاهر الشعبيه الرائعه اللي فيها جزء كبير من الجمال. يعني في عندنا العاب غنائيه، فيها نصوص غنائيه رائعه ليها ايقاع. عندنا لعبه التحطيب مثلا اللي احنا اتسجلت على اليونسكو، اتفاقيه اليونسكو مثلا من كام سنه وبقت على قائمه تمثيليه للتراث الانساني. عندنا الالعاب الحركيه زي العاب الحجله وزي العاب صيادين السمك مثلا، والالعاب الخاصه بالسبع طوبات. احنا اخترنا الالعاب اللي فيها حركه بشكل عام، وبعدنا شويه عن الالعاب زي السيجا او الالعاب اللي هي ممكن تكون استاتيك شويه او ذهنيه، دي هنعمل لها يوم تاني. بس دي الفكره، هذه التظاهره بتبين ان شباب مصر على وعي جدا بتراثهم وعندهم استعداد ان هم يعني يتالفوا وان هم يعيشوا هذه الحاله من البهجه. لكن في معهد العلم للفنون الشعبيه هي حاله من البهجه وحاله من الدراسه والعلم ايضا. الألعاب الشعبية وعاء حافظ لتقاليد الأمة وعاداتها العاكسة لمعتقداتها ورؤاها اللي اتشكلت عبر العصور المختلفة، وتجاوزت كونها مجرد وسيلة للتسلية واللهو وتبديد الوقت. وده اللي خلاها عاكسة لحقائق المجتمع الراسخة ومكوناته القيمية، فضلاً عن كونها بتشكل مجال خصب لتبادل واكتساب الخبرات والمعارف وتنمية المهارات. اليوم ده الدكتور مصطفى جاد عميد المعهد اقترح ان احنا نعمل يوم الحفاظ على الالعاب الشعبيه، ويكون ضمن يوم الاحتفال بالتراث العالمي. حقيقي هي الفكرة فكرة جميلة جدا جدا، واحنا فعلا اشتغلنا عليها واتحاد الطلبة اشتغل عليها وبدأنا ننفذ، واخترنا مجموعة من الألعاب الشعبية علشان نبتدي نستخدمها ونحطها في اليوم. وحقيقي هو الألعاب الشعبية ليها دور كبير جدا 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 في الحفاظ على التراث، لأن الألعاب الشعبية بتساعد المجتمع على إن هو يكون في محابية، وبتكون ليها أهداف إن هي تجمع الأسرة عكس ألعاب الفيديو جيم وده دور المعهد إن هو يبتدي دلوقتي يواجه الألعاب بتاعة الفيديو جيم، بحيث إن إحنا عايزين ننتشر وعايزين الألعاب الشعبية ترجع تاني. إحنا عارفين كويس جدا جدا إن الألعاب دلوقتي ما ينفعش نلعبها في الشارع، بس في أماكن كتير نقدر من خلالها إن إحنا نحافظ على الألعاب الشعبية، زي المدارس، زي مراكز الشباب، زي وزارة الشباب والرياضة، إن هي تساعدنا إن إحنا نعمل اتحاد للألعاب الشعبية زي ما في اتحاد للألعاب الإلكترونية أو الفيديو جيم. ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن الألعاب الشعبية لما هنبتدي نعيد إحيائها تاني وتبتدي الأسرة تتجمع على لعبة معينة نلعبها كل الأسرة مع بعض، ده هيساعد على لم شمل الشعب المصري كله، عكس ألعاب الفيديو جيم اللي بتساعد على إن كل واحد منعزل بيلعب لعبة. وكمان أحب أضيف إن أساس ألعاب الفيديو جيم اللي احنا بنشوفها دلوقتي على فكرة هي أساس الألعاب الشعبية. لو رجعنا للألعاب اللي منتشرة دلوقتي في الفيديو جيم
اللي فيها عصابات ومطاردات، فهي اساسا عسكر وحراميه. لو رجعنا لالعاب البولينج مثلا فهي السبع طوبات. يعني اللي انا اقصد اقوله ان العاب الفيديو جيم اللي بتساعد على ان المجتمع او الاسر يحصل فيها نوع من انواع التفكك، لا، الالعاب الشعبيه هتساعد على جمع الاسره المصريه على لعبه واحده. وزي ما شفنا النهارده في اليوم كل الفئات بتلعب مع بعضها، الطلبه والاساتذه والاداريين ورئيس اكاديميه وعميد وكل الاساتذه بيشاركوا، والطلبه والموظفين واولاد الموظفين. واعتقد ان كل الناس كانت مبسوطه جدا وهي بتلعب الالعاب الشعبيه، فده يعني ادعى ان احنا نساعد على احياء الالعاب الشعبيه. من الالعاب الشعبيه مثلا اللي انا نفسي كنت بحبها لعبه السبع طوبات، لعبه جميله جدا. يعني بيجيب سبع طوبات، طبعا الرقم 7 ده ليه في التراث الشعبي نقدر نتكلم عنه من هنا للصبح. يعني اسبوع وسبع سما واليوم يعني في اكتر من حاجه مرتبطه بالرقم 7. بنحط 7 طوبات فوق بعض. انا لعبت اللعبه دي وهنا كمان لعبوها الولاد، وفي فريقين 5 و5، وكل واحد بيركز ذهنيا وعضليا ازاي يصوب نحو السبع طوبات المرصين فوق بعض دول ويوقعهم. وبعدين لما بيقعوا الفريق اللي بيخلص كل ده بيجري بينتشر، الفريق الثاني بياخد الكوره اللي وقع بيها الطوبات وبيحاول يضرب بيها الفريق الاخر علشان هو يلعب. الفريق الاخر كمان بيحاول يتحايل ويجري علشان يرجع السبع طوبات تاني زي ما هم. فكرة بسيطة جدا ومتوارثة على فكرة من مئات السنين، لكن فيها حركة وفيها فكر وفيها تركيز وفيها شكل جمالي وفيها كل حاجة. هو ده المقصود يعني. واحنا ممكن على هذا المنوال بقى نلاقي حاجات كتير جدا من ألعابنا الشعبية اللي ممكن ان احنا نمارسها قدام ساحة المعهد العالي للفنون الشعبية. الألعاب الشعبية بتنقسم لفرعين: ألعاب فردية وألعاب جماعية. الألعاب الفردية عادة ذات قواعد بسيطة بتتيح للفرد إظهار قوته، ويمكن أن يمارسها الطفل منفردا أو مع آخرين. وفي الحالة دي بيكون فيها قدر من المنافسة اللي بتعتمد على قوة التركيز بين اللاعبين. الفرع الثاني الألعاب الجماعية، بيشترك فيها أكتر من لاعبين وبتحكمها قوانين، لكن الالتزام بقانون اللعبة بيختلف حسب الفئة العمرية للاعبين. فنجد أن الأطفال الصغيرين ممكن يتخانقوا أثناء اللعب، لكن سرعان ما يعودون لنظام اللعبة واستكمالها مرة أخرى. ومن هنا بيتضح مدى إدراك الطفل لقيمة الجماعة في اللعب، وأنه لا يستطيع أن يتخلى عنها طوال الوقت. تنافسية ما بين اتنين بيكونوا فريقين. كل واحد في الفريق بيبتدي يرمي الحجر على مربعات، هي 3 مربعات، والمربع الرابع بيبقى مقسوم 2 مترقم من 1 ل5. بيبتدي اللاعب يرمي القشاط او الحجر على رقم 1 ويبتدي يقوم بالحجلة على المربع 1 ثم 2 ثم 3 ثم آخر مربع بيقوم بطب رجلين ال2 وبعدين يعمل عملية دوران ويبتدي يرجع بالتدريج 3-2 ويجي عند المربع 1 ويحاول يشوط القشاط. بس أهم حاجة إن هو بيشوط القشاط ما يجيش على الخط، وبتتوالى رمي الحجر على 2 و3 بنفس الطريقة. طبعا يعتبر اللاعب واقع ازاي لما الحجر وهو بيترمي يجي على الخط او وهو بيشوطه يجي على الخط.
بعض البنات اللي هم لابسين ازياء شعبيه وكده، بس ده الحقيقه يمكن ده بالصدفه، ده يمكن خارج اليوم الخاص بالالعاب. لا، الولاد هم عندهم تدريب عملي في قسم فنون الاداء، فلابسين بعض الازياء اللي بيأدوا فيها بعض الاداءات الشعبيه. ده كاختبارات عمليه عندنا في المعهد، لكن هي الحقيقه مش مرتبطه بيوم الالعاب، لكن هم كانوا موجودين في نفس الوقت اللي بيعملوا بيها البروفات. بالصدفه كمان ادوا شكل جمالي حلو. لعبة المنديل هي بتتكون من فريقين، أي عدد ممكن يوصلوا ل10، وواحد هو اللي بيبقى ماسك المنديل. بيبتدي ماسك المنديل ده يختار أرقام، بحيث إن مثلا لو اخترنا رقم 2 بيطلع رقم 2 من الصف ده ومن الصف ده، يحاول نتش المنديل. طيب هو لما بينتش المنديل لازم يرجع مكانه في الصف بسرعة. لو التاني لمسه يبقى واقع، ولو ما لمسوش يبقى ناجح وياخد نقطة. ويبتدي تتوالى الأرقام لدرجة إن في جوه اللعبة حاجة اسمها سلطة. السلطة دي يعني كل الأرقام تدخل، وواحد بس منهم هو اللي يحاول ينتش المنديل، ولو نجح بيبقى كسبان، ولو ما نجحش بيبقى خسران. تبع المعهد حسب كل قسم يكون مسؤول عن حاجات. احنا كنا مسؤولين عن الرسومات اللي موجوده على اللوح على كل لعبه، كنا كمان مسؤولين عن الرسومات اللي موجوده على الارض بالكتابات، كمان كنا مسؤولين عن الزي اللي احنا عملناه كفن تشكيل. انا بحب التراث البدوي عامه، فانا حبيت ان اليوم دوت اكون لابسه من التراث دوت. المعهد بيضيف لنا كتير، هو خلانا كمان ان احنا نكون نخلي بالنا من حاجات احنا ما كناش عارفينها، كحرف، كازياء، كالعاب شعبيه قديمه احنا ما نعرفش عنها حاجه، فده بيضيف لنا كتير الصراحه. لعبت شد الحبل، ولعبت المنديل، ولعبنا ايه تاني؟ بس لعبت دول بس لحد دلوقتي. ومشيت حبل والكنيسة موسيقية كله حلوة طبعا. مبسوط قوي معاكم النهارده، بشكر السباقات التكنيكية، هو عمل شغل جامد. دي لعبة صعبة، انتوا سامع قريت بتقول تليفون، لعبة صعبة لازم تركز كويس، متنزلش الأرض وتنزل قدامك، تقول كده.